بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الشهادة الثانوية، طلبة وطالبات باش ما يزعلوش البنات طبعا أعزائي طلبة وطالبات مرحلة الشهادة الثانوية، نقدم لكم الحلقة الثانية في محاضرة المتباينات، وهي تكملة الدرس الأول اللي هو تبع الباب الأول في موضوع المتباينات. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن متباينات بسيطة وتعرفنا كيف حل متباينة، تعريف المتباينة. اليوم إن شاء الله هناخذ بعض الأمثلة أعلى مستوى قليلا من المحاضرة السابقة، واللي باها إن شاء الله هنكمله اليوم موضوع المتباينات. ما زال يتبقى علينا معرفة التعامل مع المتباينات الآنية، كذلك هناخذ مزيد من المتباينات. المزيد من المتباينات تحتوي على ما يسمى بالقيم العظمى والصغرى. أولا لنتعرف على متباينات الآنية. كلمة متباينة آنية معناها تعطى متباينتين في آن واحد، لذلك سميت متباينات آنية. نبدأ طبعا شرح هذه المسائل أو هذه عفوا المواضيع بمسائل اللي هي، ويفضل هنختار اليوم إن شاء الله أسئلة امتحانات نهائية سابقة من سنوات سابقة لكي تكون على بينة كيف تكون طبيعة أسئلة الامتحانات السابقة. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمثال الأول، وهو يقول حل المتباينات الآتية. حل المتباينات الآتية. رقم واحد، لما يقول لي مثلا متباينة من نوع هذا، ذكركم المحاضرة السابقة أول المتباينة البسيطة، س زائد 4 أكبر من 10. في هذا النوع قلنا يتم نقل أي مقدار أو نستخدم المعكوس الجمعي إلى الطرف الآخر، فيصبح عندك س أكبر من، عندما ننقل 4 إلى الجهة الأخرى بسالب 4 تصبح 10 سالب 4، ومنها نحصل أن س أكبر من إيه؟ من 6. يتم تمثيلها على خط الأعداد. هذا الصفر الذي يحدد الأعداد الموجبة والأعداد السالبة، ثم نحدد القيمة الموجبة وهي 6 أكبر من، اتفقنا أنها تكون دائرة مفتوحة ودام أكبر من السهم اتجاه اليمين، وتكون هذه هي فئة الحل. العدد الصحيح س، اكتب معي لو سمحت، العدد الصحيح س عندما س ناقص 2 أكبر من 4 وأصغر من 8.9 أصغر من 2 س زائد 1 أصغر من 17. لننتبه لهذه المتباينتين. هذه المتباينة تختلف قليلا عن هذه. كيف؟ والله يا أستاذ أنت علمتنا شيء، قلت لنا هذه متباينة مركبة فيها علامتين يتم التزيية. هل نستخدم نفس الأسلوب؟ نعم، لي الحق نستخدم نفس الأسلوب، ولكن في فكرة أخرى أسهل من ذلك تفيدك كطالب في شهادة ثانوية. يهمنا إيه؟ المهارات. نتعلم المهارة اللي هي السرعة والدقة في الإجابة. عندما يكون لدينا متغير، شوف الملاحظة هذه انتبه معي، لو كان عندنا متغير في الوسط ما بين العلامتين، متغير واحد فقط، في هذه الحالة يتم التخلص من الأعداد التي موجودة مع المتغير كما بالسابق في المتباينة البسيطة اللي هي زي هذه. ما الفرق بين هذه المتباينة وهذه المتباينة؟ انظر، لاحظ أن القيمة الوسطى هي عبارة عن عدد، وهذه المتباينة تحتوي على المتغير في جهتين وليس في جهة واحدة. لاحظ هذه المتباينة المتغير في جهة واحدة وهي الوسطى، لذلك هذه يكون لها طريقة حل بسيطة جدا، وهي نقول بالتخلص من العدد سالب 2 من الطرفين. ما الطريقة أو القاعدة اللي احنا قلناها قبل في المحاضرة السابقة؟ احنا قلنا التخلص بالرقم سالب 2 بالجمع لجميع الأطراف، فنقوم بجمع 2 الطرف الأيمن والطرف الأوسط والطرف أيضا الأيسر، فتمشي هتختصر سالب 2 مع 2 يتبقى عندك س أكبر من 4 زائد 2 ب6، 8 زائد 2 ب10. ووصلنا بكل سهولة بدون أن نقسم التقسيم هذا إلى إيه؟ إلى الحل في أقرب وأقصر خطوة.
أصبح فئة الحل هي س أكبر من 6 وأصغر من 10. هذا الحل الأول. المتباينة من النوع الثاني، لاحظ أيضا هذه طريقة الحل نفس أسلوب هذه. ليش؟ لأن س متغير موجود، متغير وحيد في جهة واحدة وهي الوسطى، فنستخدم أيضا نفس أسلوب التعامل مع المتباينة البسيطة. فأولا نتخلص من الواحد، ثم نتخلص من 2 بالقواعد التي أخذناها في المحاضرة السابقة. نستخدم لون مختلف يفضل، عفوا. نتخلص من الواحد بطرح واحد من جميع الأطراف. تمام؟ صح؟ تمام، كويس. 9 ناقص 1 كم يعطينا؟ 8. نفس العلامة. نسأل سؤال معلش قبل نكمل. احنا قلنا في المحاضرة السابقة متى تتغير علامة التباين؟ مظبوط، نعم. قلنا تتغير علامة التباين في حالة واحدة فقط، وهي عند الضرب أو القسمة في عدد سالب. تذكرها. أمتى تتغير علامة التباين؟ في حالة واحدة فقط، إذا قسمنا أو ضربنا في عدد سالب. وبالتالي يكون 9 ناقص 8 عفوا 9 ناقص 1 8، سالب 1 زائد 1 يهمل تصبح 0. يتبقى عندك سالب 2 أصغر من 17 ناقص 1 يعطينا إيه؟ 16. ماذا لدينا الآن؟ 2. نريد أن نتخلص من 2. ليش؟ لأن احنا القاعدة العامة لحل المتباينات كما كنا بالسابق، وهي الحصول على قيمة المجهول في طرف. نريد مجهول في طرف. الآن القسمة على 2 لجميع الأطراف، وبما أن 2 عدد موجب لا تتغير علامة التباين، فتصبح القسمة على 2 لجميع الأطراف. هيصبح عندك 8 تقسيم 2 ب4، 2 تقسيم 2 1 ولا يكتب المعامل 1، 16 تقسيم 2 8. يصبح المتباينة الأخرى الثانية هي عبارة عن إيه؟ س أكبر من 4. أيوة اقرأ معي صح. وس أصغر من 8. مظبوط. هذه كيف تقرأ؟ س أكبر من 6 وس أصغر من إيه؟ من 10. يتم حل المتباينة هذه الأولى وهذه الثانية كلاهما آنية في آن واحد. نرسم خط الأعداد ونحدد الحلول التي لدي. لاحظ معلش أنا نجعل الصفر في المكان هذا. ليش؟ لأن لاحظ الحدود كلها إيه؟ موجبة، فبنكتر بالحدود الموجبة. لتكن الحدود اللي عندي 4 6 8 10. ليكن التدريج بهذا الرقم 4 6 8 10. المتباينة الأولى س أكبر من 6 وأصغر من 10. نقوم بإجراء الآتي: دائرة مفتوحة على 6، دائرة مفتوح على 10، ونصل هذا بخط مستقيم. تمام؟ هذه حل المتباينة الأولى. المتباينة الثانية حلها 4 مفتوح 8 مفتوح، ونصل هذه المتباينة مع بعض. فئة الحل النهائية هذا يعتبر فئة حل الأولى، وهذا يعتبر فئة الحل الثانية. فئة الحل النهائية هي عبارة عن نقاط التقاطع ما بين الفترة الأولى والفترة الثانية، وهي إيه؟ هذه النقاط، وهي تكون س محصورة مفتوح ما بين 6 ما بين 8 مفتوح. ولكن السؤال، انتبه معي، العدد الصحيح. تذكر لما أعطينا سابقا قبل الخوض في المتباينات أعطينا بعض التعريفات الهامة وقلنا وهي هامة جدا. وتذكر عندما درنا نجمة مثلا على العدد الصحيح، تذكروا كويس، رقم 4 ورقم 3 الأعداد الصحيحة درنا نجمة عليها، ومجموعة الأعداد الحقيقية درنا نجمة، صح؟ العدد الصحيح معناها نبي الحل من فئة الأعداد الصحيحة. هذه فئة الحل تسمى لمجموعة الأعداد الحقيقية، ولكن هذا غير مطلوب. المطلوب مني إيه؟ الأعداد الصحيحة فقط التي تحقق هذه المتباينة. فبالتالي هنختار الأعداد الصحيحة فقط المحصورة من 6 إلى 8 أو إلى أقل من 8. ما هي الأعداد الصحيحة الموجودة عندي؟ 6 مرفوضة و8 مرفوضة. ليش؟ لأن 6 و8 لا تنتمي لفئة الحل، لأنها مفتوح. عندما يقول مفتوح أو علامة التباين بدون يساوي، فإن 6 و8 لا تنتمي إلى فئة الحل. بالتالي فئة الحل الوحيدة، العدد الصحيح الوحيد الذي بينهم هو العدد 7. إذا نقول فئة الحل هو العدد 7. بالتالي أنهينا سؤالين جميلين من أسئلة الامتحانات النهائية
أرجو منكم أن أنتم تكونوا استفدتوا في هذه الحل، وأرجو منكم مراجعة هذه الأسئلة ضروري جدا، لأن هذه أسئلة مختارة من أسئلة الامتحانات النهائية. تفضل.